رقم واحد بنبدأها من اليابان. يعني إذا كنت بتاكل شيء على الأقل اذبح قبل ما تاكله. تذبح بعدين تاكل، مو بالعكس. أكل الحيوانات وهي حية شيء منتشر في العالم، لكن أسوأ من يتفنن في الشيء هم اليابانيين. وأنا أتكلم عن أكلها وهي حية، مو بس حركة عصبية. ما هو بس حركة عصبية زي الضب ولا البرصي، وحتى مثل هالأخطبوط المشي والمخة. نبدأ طبخة في اليابان اسمها إيكوزوكوري، ومعناها مجهز حيا. يعني طريقتها انك تروح المطعم، تختار سمكة من تنكت في الموية، والطباخ يقعد يقطع فيها بحيث تظل حية، فيبعد عن الأعضاء المهمة، ويقطع كل شيء ثاني، ويحط الصحة قدامك، ولحم السمكة يكون مقطع ومتروك فيها بالعادة وهي لا زالت حية تتحرك شوي، وتقعد تاكل فيها وهي لا زالت حية. وطبخة مشابهة لازلنا في اليابان اسمها سنكجي، نفس الشيء، تختار اخطبوط ويقطع قدامك ويبهر ويقدم مباشرة وهو لا زال يتحرك، لازم تقعد تلاحق قطع الاخطبوط بالعصيان وهي قاعدة تتحرك في الصحن. ولازلنا في اليابان مع أكلة ناكجي، وهي خطيرة شوي لأنك تاكل اخطبوط كامل وهو حي، والاخطبوط ممكن يتمسك بمصاته وهو وسط حلقك ويخنك وتفطس، صراحة تستاهل. وكل سنة تصير عدة موتات بسبة الأكلة هذه. من تايوان والصين طبعا طبخة سمك اليينغ يانغ، واسم ثاني لها هو السمكة الحية الميتة. وطريقتها أن الطباخ يقلي السمكة حية ويضبطها بحيث أنها تستوي والسمكة ما بعد ماتت، ويقدمها لك مباشرة تاكلها وفمها لا يزال يبقبق. وطبخة من التبت والصين واسمها جياو لورو، معناها لحم الحمار المائي. طريقتها تجيب حمار وهو حي، ويربط رجوله وهو حي، ويسلخ جلده جزئيا وهو حي، ويصب موية مغلية بين الجلد المسلوخ واللحم وهو حي، يقطعون لحمه وهو حي وتاكله وهو حي. يعني ما شاء الله تبارك الله على إبداع الصينيين. أتعبوا من بعدهم، بس في من يغطي عليهم، وهم سكان ولاية ناغالاند شمال الهند، ما هي بعيد عن الصين. يأخذون كلب ويربطونه ويجوعونه أسبوع كامل، ثم ينعطى سطل من رز وعدس وخضار. من الجوع الكلب المساكين بيحشي نفسه حشي، بعد ما يخلص يقلبونه على ظهره ويفتحون بطنه وهو حي، ويغرفون الرز من معدته غرف، ويأكلون الكلب نفسه وهو حي. يعني واكل لحم الكلاب عادي عندهم، يعني مو شيء جديد، بس تشغيل الكلب مضاقة وخلاط